تخيلوا أن نجماً كروياً عالمياً يعتبر أحد أبرز المدافعين في العالم يجد نفسه فجأة في قلب عاصفة قانونية قد تقلب حياته رأساً على عقب. نعم، نحن نتحدث عن النجم المغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان، الذي يواجه الآن لحظة مصيرية قد تحدد مستقبله داخل وخارج الملاعب. لكن ما القصة الحقيقية؟ وكيف وصل الأمر إلى هذا الحد؟ وهل نحن أمام مؤامرة خفية أم وقائع مثبتة قد تنهي مسيرته إلى الأبد؟ إليكم التفاصيل الصادمة. في تطور مثير وخطير في آن واحد، كشفت صحيفة لو باريزيان الفرنسية أن مكتب المدعي العام في نانتي قرر رسميا توجيه الاتهام لأشرف حكيمي في قضية اغتصاب تعود وقائعها إلى فبراير من العام الماضي، وتحديدا يوم 25. فتاة تبلغ من العمر 24 عاما ادعت أنها تعرفت على حكيمي عبر تطبيق إنستغرام، وتلقت منه دعوة لزيارته في منزله قرب باريس. ما حدث بعد تلك الدعوة وبحسب روايتها كان كابوسا، حيث تزعم أن حكيمي اعتدى عليها جنسيا رغم رفضها الواضح لما كان يجري. ومنذ تلك اللحظة بدأت دوامة قانونية معقدة خضع فيها اللاعب المغربي لتحقيقات مستفيضة شملت مواجهات مباشرة مع الفتاة، والتي كررت أمام القاضي روايتها بالتفصيل. النيابة العامة لم تكتفي بجمع الأدلة، بل وقعت في الأول من غشت الجاري على لائحة اتهام نهائي تضمنت إحالة اللاعب إلى المحكمة الجنائية في منطقة أدوسين، وهي خطوة خطيرة تعني أن القضية أخذت منحا قضائيا جديا وقد تؤول إلى محاكمة حقيقية خلال الفترة القادمة. أما حكيمي البالغ من العمر 26 عاما فقد أنكر التهم المنسوبة إليه بشكل كامل، وأكد في أكثر من مناسبة أن كل ما يحدث ليس إلا محاولة ابتزاز مدروسة تهدف للنيل منه ومن سمعته الكروية والشخصية. المثير في الأمر أن نادي باريس سان جيرمان رغم خطورة التهم لم يتخلى عن نجمه، بل استمر في دعمه منذ بداية التحقيق، معربا عن ثقته التامة في العدالة الفرنسية وفي براءة لاعبه، وهو موقف نادر في مثل هذه القضايا. ورغم كل ما جرى، وضع حكيمي تحت الرقابة القضائية منذ مارس 2023، وتواصلت الإجراءات القضائية دون حسم حتى هذا التحول الأخير الذي قد يعصف بمستقبله. وفي حال قرر قاضي التحقيق المضي قدما وإحالة حكيمي للمحاكم، فإن العقوبة التي قد يواجهها ليست بالهينة أبدا، إذ تنص القوانين الفرنسية على إمكانية السجن لمدة قد تصل إلى 15 عاما في حال ثبوت تهمة الاغتصاب. الأمر لم يحسم بعد، فالقاضي لا يزال يملك الكلمة الأخيرة، إما بالحفظ أو الإحالة، ولكن مجرد التوصية من النيابة العامة بالإحالة إلى المحكمة الجنائية يعد بحد ذاته تطورا خطيرا سيضع حكيمي في موقف لا يحسد عليه أمام الرأي العام وجمهور كرة القدم، وحتى أسرته الكروية في المغرب والعالم. الكل اليوم يترقب القرار المرتقب، هل سينتصر نجم باريس سان جيرمان في معركته ضد هذه الاتهامات الثقيلة؟ أم أن القدر سيفاجئه بحكم يقلب مجرى حياته؟ بين الحقيقة والتكهنات، تبقى القضية واحدة من أكثر الملفات المثيرة للجدل في عالم كرة القدم الحديث.